قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم على قناتنا التعليمية. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتصحيح امتحان تجريبي للسنة السادسة ابتدائي في مادة اجتماعيات. الهدف من هذا الامتحان وغيره هو المراجعة الجيدة وتشجيع التلاميذ على الحصول على نقاط ممتازة. إذا الأسئلة مكتوبة باللون الأسود، الإجابة مكتوبة باللون الأزرق. إذا كما ذكرت هذا الامتحان هو فقط لتذكر المعلومات وللمراجعة الجيدة. إذا السؤال الأول في التاريخ يقول: أتمم النص باستعمال الكلمات التالية: الفلاحية، الصناعية، التجارية، الأمازيغ، ثم الاقتصادية. إذا عندي الفقرة: اعتمد سكان المغرب الأمازيغ في العصر القديم على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، وتنوعت الأنشطة إلى الفلاحية كالزرع والحصاد، وأنشطة صناعية مثل صناعة المعادن، وأنشطة تجارية كتصدير الزيوت. أجيب بصحيح أو خطأ. أسس إدريس الأول عدوى الأندلس، خطأ. أسس إدريس الثاني عدوى القرويين، صحيح. بنت فاطمة الفهرية جامع القرويين بفاس، صحيح. لماذا أنشأت إدريس الثاني دار السكة بفاس؟ ليقوم، إذا الجواب هو ليقوم بسك بطبع النقود ويشجع الحركات التجارية. الجغرافية: حدد اسم النطاقات المناخية الكبرى في العالم. إذا لدينا النطاق البارد والنطاق المعتدل ثم النطاق الحار. حدد موقع المغرب ضمن النطاقات الآتية: هل هو يقع ضمن النطاق الحار أم ضمن النطاق البارد؟ إذا يقع نصفه ضمن النطاق المتوسط أو المعتدل، والآخر ضمن النطاق الحار. إذا الإجابة الصحيح هو النطاق الحار. خامسا: أتمم ملء الجدول التالي حسب النطاقات الزمنية. أحدد موقع المغرب ضمن نطاق أو ضمن خطي العرض. إذا يقع في خط العرض شمالا رقم 36 درجة، أو الذي درجته 36 درجة. أما خط العرض الجنوبي فهو 21 درجة. أحدد موقع المغرب بالنسبة لخط الاستواء. إذا يقع المغرب شمال خط الاستواء. التربية على المواطنة أو التربية المدنية: أصنف السلوكات التواصلية التالية إلى إيجابية وسلبية. عندي احترام رأي الآخر، هذا رأي إيجابي أو سلوك إيجابي. الحوار من أجل إيجاد حلول لأي مشاكل كيفما كانت، هذا سلوك أيضا إيجابي. أما السلوكات السلبية فهي أتعصب لرأيي إن كان صائبا، وانتقاد الرأي الآخر، هذان كلاهما سلوكان غير صحيحان أو سلوكان سلبيان. الفقرة الأخيرة في التربية المدنية: أقرأ النص وأذكر 4 تصرفات لحماية، أو 4 سلوكات إن صح التعبير، لحماية الحياة الخاصة للأطفال على الإنترنت. إذا بعد قراءتنا للنص غد نلقاو بأن السلوكات أو التصرفات لحماية الحياة الخاصة للأطفال هي استعمال كلمة السر على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم تبادل المعلومات الشخصية كالاسم ورقم الهاتف والعنوان، وعدم أو لا أناقش موضوعات ممنوعة كالتحريض عن العنف إلى غير ذلك، ثم عدم تبادل صوري الشخصية مع الآخرين أو حتى مع الذين لا أثق فيهم ولا أعرفهم خصوصا، وذلك بهدف عدم التعرض للابتزاز. هنالك بالإضافة إلى هذا هنالك أيضا سلوكات أخرى تساعد أو تسهم في حماية الحياة الخاصة.